اكيد حد فيكم سأل يعني ليه انت شكلك تعبان ومريض والدنيا متكركبه حواليك ليه يا عم؟ خلاص يا عم، كنت فكك من الفيديو ده واعمله في اي وقت تاني. تمام. انا طبعا قلت لنفسي كده من قبل ما انت تقول يعني. كذا مرة اقول يا عم انت تعبان اجل الفيديو، انت مشغول اجل الفيديو، انت مش مودك مش تمام اجل الفيديو، كذا حاجة تحصل لي. المرقعة فاهم؟ اللي هو حتة كده بتجيلك كل ما يبقى وراك مهمة عايز تنجزها، بيجيلك حاجة تعطلك من لا شيء. فانت لو قعدت كل حاجة تجيلك تعطلك تتجاوب معاها مش هتعمل حاجة في حياتك. وده اللي حصل معايا الفترة اللي فاتت دي. جيت في فترة كده كنت تعبان، خلاص اجل الفيديو النهارده، مشغول اجل الفيديو النهارده، ورايا مشوار اجل الفيديو النهارده، مودي مش تمام اجل الفيديو النهارده، بنتي تعبانه اجل الفيديو النهارده. فكل ما تاجل كل ما هتجيلك حجه تخليك تاجل اكتر، كل ما تاجل كل ما هيجيلك حاجه تعطلك اكتر، لحد ما انت بقى توقفها انت بنفسك. خلاص ايه، تعبان والدنيا متكركبه ومش هينفع تعمل فيديو. لا انا هعمل فيديو، مش لا خلاص هعمل الفيديو، لان لازم نقطه، لازم نقطه احطها، لازم حد للموضوع ده، لان انا النهارده تعبان فعلا والدنيا متكركبه. هقول لكم ليه الدنيا متكركبه دلوقتي. انا تعبان والدنيا متكركبه، بس لو ما عملتش الفيديو ده وجيت الاسبوع اللي جاي وقلت خلاص بقى هعمل الفيديو، هتيجي حاجه تعطلني فهتجاوب معاها واجل للاسبوع اللي بعده، هيجي الاسبوع اللي بعده حاجه تعطلني. فانا عاوز الزم نفسي بفيديو كل اسبوع هنا على القناه مهما كان حالي ومهما كانت ظروفي. اللي هو كده، اللي هو خلاص بقى مش هنقعد بقى طول العمر ناجل وفي الاخر هتيجي تلاقي نفسك بعد فتره عدى عليك وقت انت ما عملتش فيه حاجه، او عدى عليك فتره كبيره انت ما عملتش فيها حاجه. وهبقى ان شاء الله اعمل فيديو مفصل عن الموضوع ده. ليه الدنيا متكركبه كده؟ علشان انا الفتره اللي فاتت زي ما انتم عارفين بقيت اشتري كتب كتير. آه، بقى عندي نهم كده لشراء الكتب يعني. طبعا مش بشتريها واركنها، لا الحمد لله بقراها يعني بخلص الكتاب في حوالي 3 4 ايام بالكتير يعني الحمد لله. فطلبت مكتبه ومستنيها تجيلي ان شاء الله، وهنحطها هنا كده هنرص فيها الكتب دي. فمستني لما تيجي ان شاء الله ونبدأ نرص الكتب. طيب ليه ما رتبتش الدنيا عشان تعمل الفيديو؟ ما بص، هتقعد بقى ترتب الدنيا، هتقعد تستنى لما تخف، هتقعد تستنى لما، مش هنعمل حاجة. فابدأ والزم نفسك بميعاد التزم بيه مهما كانت بقى الظروف ومهما كانت العقبات. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين كده الحمد لله المكتبة وصلت اهي ورصينا فيها الكتب، والدنيا الى حد ما اتنظمت يعني وبقت ايه، تساعد على الشغل والإنتاجية يعني. تعالوا نبص بصة كده سريعة على المكتبة. أول رف ده فيه الكتيبات الصغيرة، كلها كتيبات علمية اللي كنا جايبينها من معرض الكتاب والهدايا وغيره. دي شجرة لزوم الذوق، دي الكتب العلمية والمصاحف وكده. وهنا الروايات، كل الرف ده روايات. ودي لزوم الشو دي البتاعة دي وانا بشتريها الراجل قال لي انها شبهك، فقلت له هاتها مش شبهي هاتها. فخدتها. ودي بتعمل اضاءة كده، اللي هي بتعمل اضاءة في السقف، المفروض ان هي كده ايه، بتنور في السقف والكلام ده، اضاءة او ابيض. فانا حاططها هنا عاملة شغل يعني، عاملة جو. دي الكتب اللي هي ايه، الكتب النفسية وتطوير الذات يعني. ودي كتب دينية، مش دينية علمية، لا دينية اللي هي زي ما انتوا شايفين كده. ودي برضو كتب دينية يعني. الكتب دي الرف ده والرف ده كتب دينية. هنا بقى دي حاجة جبتها من عصير الكتب، كلمتكم عنها الفيديو اللي فات. عبارة عن تذاكر كده، وكل يوم ليك رسالة بتقرأها. هنحاول ان احنا كل يوم في كل فيديو نقرأ رسالة منهم يعني. زي ما انتم شايفين كده ممكن كل يوم نبقى نقرأ رسالة منها. طيب نرجع كل حاجة زي ما كانت عشان ما نبوظش الدنيا. ننزل تحت بقى. دي الكتب كتب نفسية برضو وقصص وكده، بس دي مش انا اللي مشتريها يعني، دي كتب مقترحة او كتب هدايا او كتب كان عليها عروض، فدي انا مش مشتريها فسايبها هنا تحت في الاخر، بحيث ان انا لما اخلص الكتب اللي فوق دي كلها ابقى ارجع لها ان شاء الله. وده بيانو لا يعزف لان الموسيقى حرام. وده اللابتوب. وهنا هنلاقي استند الموبايل ومكعب الروبيك الجميل. اللي كنت قلت لكم قبل كده، مش عارف انتوا كنت نزلت في ريلز يعني، ان انا الكتب دي كلها اي كتاب هقراه منهم هديه لحد منكم هدية. انا الكتب اللي قرأتها لحد دلوقتي هي الكتابين دول.
كتاب فاتتني صلاة ده قرأته، وكتاب لأنك الله ده عملت عنه فيديو، اعلنت ان انا هديه لحد فيكم هدية. فلو ما شفتوش الفيديو هتلاقوه في الريلز او هتلاقوه في الانستجرام او على صفحتي على الفيسبوك. فالكتابين دول هيكونوا هدية لحد منكم ان شاء الله. واي كتاب هقرأه واي كتاب هخلصه من المكتبة دي هيكون هدية لحد منكم تشجيعا مني ليكم على القراءة. زي ما انتوا عارفين ان انا لسه قارئ جديد، فلان الموضوع شدني جدا ولقيت القراءة مفيدة جدا لأقصى حد، فانا نفسي كل الناس تقرأ، نفسي كل الناس تبني عادة القراءة. فانا عشان اشجعكم ان انتوا تبنوا العادة دي ان شاء الله اي كتاب هقرأه هديه لحد منكم هدية بإذن الله. بس ده اللوكيشن اللي انا بصور فيه، المكتب والسبورة والدرع والكلام ده. بس كده، يلا نرجع للفيديو بقى. دي باختصار تجربتي مع ان انا بقالي شهر او شهرين عمال اجل في فيديو ازاي استغل وقت فراغي، وانا اصلا بضيع وقت، مش هنكدب على بعض يعني. عمال اضيع وقت كتير. كان الفيديو المفروض ينزل من اسبوعين او 3 اسابيع فاتوا، لسه لحد دلوقتي ما تصورش يعني، لسه بحضر فيه. بحضر فيه عايز اعمل حاجة كويسة وعايز اقدم معلومات قيمة، بس كان ممكن يتعمل في اسبوع يعني. مش هنقعد نحضر فيديو في شهر ونقعد كل شهر نعمل فيديو، لا. الاسبوع كافي جدا ان الواحد يعمل فيه فيديو ويقدم فيه معلومات قيمة تفيد وتنفع. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيكون في ميعاده يوم الجمعة بدون اي تأخير او بدون اي طاعة للحاجات اللي هتعطلنا وتأخرنا وتخلينا نأجل ونأخر عمل الفيديو. ان شاء الله باذن الله باذن الله من النهارده مفيش الكلام ده تاني، ومفيش تأخير تاني، ومفيش دلع تاني. وده اثبات لنفسي ان انا اقدر اعمل فيديو او اقدر اعمل المطلوب مني في عز ما انا مريض، وفي عز ما انا مضغوط، وفي عز ما انا ما عنديش وقت ولسه عندي بكره فرح وبتاع. فده اثبات لنفسي ان انا اقدر اعمل فيديو في احلك الظروف اللي بتمر بيا، عشان لما اجي اعوز اعمل فيديو في الظروف العاديه بقى اللي انا فيها مش مريض، واللي انا فيها الدنيا مش متكركبه، واللي انا فيها ما عنديش حاجه شغلاني، ما يبقاش ليا حاجه. فبما انك عملت الحاجه اللي عليك في اصعب ظروف، فاذا انت تقدر تعملها في الظروف الاقل صعوبه. فده اللي انا بلزم بيه نفسي دلوقتي قدامكم وقدام نفسي على الاقل. وان شاء الله باذن الله من الفيديو من الاسبوع الجاي او من الاسبوع ده ان شاء الله خلاص مفيش استهبال تاني في المواعيد، وهينزل كل يوم جمعة الساعة 7 فيديو بحكي لكم فيه تجربتي عن حاجة مختلفة. وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون تجربتي مع استغلال وقت الفراغ، ازاي بستغل وقت الفراغ وازاي بستغل وقتي عموما. وبس كده. فاشترك في القناة عشان الفيديو يوصل لك والفيديوهات الجاية كلها توصل لك، واعمل بس ما تعملش حاجة، اعمل لايك بس للفيديو ده، واكتب لنا تعليق حلو يشجعنا كده. ومؤخرا انا هناك مش هقدر اجيبه بعيد، خلصت كتاب فاتتني صلاة، فان شاء الله هبقى اعمل لكم عنه فيديو، ممكن يكون فيديو شورت او ريلز كده على طول سريع. مفيش فيديو هينزل كامل على القناة غير فيديو يوم الجمعة وفيديوهات يعني ايه. لو مش متابع يعني ايه فخش على القناة وشوف ايه هي فيديوهات يعني ايه دي. مفيش حاجة هتنزل فيديو على القناة غير فيديو يوم الجمعة وفيديوهات يعني ايه، وباقي الحاجات هنزلها لكم شورت ان شاء الله. فتابعوا القناة عشان تشوف سميها بقى زي ما تسميها يعني، سميها مراجعة للكتاب، سميها رأيي في الكتاب، سميها تلخيص للكتاب، سميها زي ما تسميها. المهم ان انا هعمل فيديو عن تجربتي مع كتاب فاتتني صلاة ان شاء الله، وهينزل قريب، وممكن ابقى انزل لكم معاه النسخة PDF، بس احاول اتواصل مع الكاتب الاول ونستأذن منه. وبس كده، يلا اشوفكم الجمعة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.